في 2026 ولسه في ناس بتتداول بنفس الطريقة اللي كانت بتتداول بيها في 2015 بسبب فيديو على اليوتيوب شافوه اوريدي بيتكلم عن الموفينج افريج والدعم والمقاومة والار اس اي، فيديوهات عمرها عشرات السنين والطرق اللي بنستخدمها من ايام السبعينات. لذلك 95% من المتداولين بيخسروا فلوسهم مش لانهم اغبياء، ولكن لانهم مش بيذاكروا، مش بيشوفوا الطرق الجديدة والادوات اللي العالم حاليا بيستخدمها. النهارده هشرح لك حاجة مختلفة تماما. نظام جروس اكس اللي مبني على 7 طبقات من التأكيد، مش مؤشر واحد، مش إشارة واحدة، ولكن 7 طبقات كلهم لازم يقولوا لك تدخل قبل ما تدخل الصفقة. والأحلى إن أنا عملت الاستراتيجي دي اللي تقدر تشتغل على أي سوق في العالم، وبتاخد كونفرميشن من ال7 لايرز قبل ما بتديك كلمة باي، وهي موجودة دلوقتي فور فري على تريدنج فيو. خليني أسألك سؤال بسيط، لو أنت عايز تسافر من القاهرة لأسوان، هل هتركب عربية كارو؟ طبعا لا، لأن العربية الكارو اتصممت لزمن مختلف، الطريق كان مختلف، السرعة المطلوبة كانت مختلفة. نفس الكلام بالظبط في التريدنج. الفكره دي عمرها ما كانت على الموفينج افريج ولا الار اس اي اللي اتعمل اصلا سنه 1978 اللي انت بتتعلمه على قناه اليوتيوب والدعم والمقاومه والكلام اللي بيتقال من ايام التسعينات. الفكره دلوقتي ان السوق دلوقتي في 2026 هو سوق مختلف تماما، بتنفذ ملايين الاوامر في ثانيه. عندنا الجوريزمز، عندنا اس ام سي، وحتى دي انا مش مقتنعه بيها لوحدها. الاس ام سي انا لما كنت بتداول سمارت ماني انا عمري ما كنت بروفيتبل تريدر لمده 6 شهور. فانت النهارده عندك الجوريزمز بتنفذ ملايين الاوامر في ثانيه، عندك سمارت ماني بتتلاعب بالمستويات اللي كل الناس شايفاها، عندك ليكويديتي سويبس بتصطاد الستوب لوسز بتاعتك قبل ما السعر اصلا يمشي في اتجاهك، عندك اي اي باورد بوتس بتقرا الاخبار وبتتداول قبل ما انت حتى تفتح عينك، وانت كل ده قاعد بار اس اي بيقول لك اوفر بوت، وتلاقي السعر بعديها طلع 500 نقطه كمان عادي جدا. المشكله مش انك مش بتذاكر، هي المشكله ان انت بتذاكر الحاجه الغلط. يعني انا اتصدمت لما لقيت السوق المصري كله معتمد على خطوط الدعم والمقاومه والار اس اي والموفينج افريج، ولما جيت تشرح ان احنا المفروض نكون بنبدل الار اس اي بالحاجات الجديده زي ال 3 جيميناي اللي بيقيس المومنتم برضه، ولكن من نظره السمارت ماني بيقيس المومنتم اللي جاي من الشاركس بتوع الماركت، الفاينانشال اورجانيزيشنز وهكذا. خليني اقول لك ال3 اخطاء اللي بتقتل 95% من المتداولين. الخطا الاول هو الاعتماد على مؤشر واحد، سبيشالي لما يكون مؤشر غلط اصلا زي الار اس اي. الار اس اي تلاقيه وصل ل 30 فتقوم داخل والسوق يقوم نازل 2000 نقطه كمان. ليه؟ لان مؤشر واحد مش بيشوف الصوره كامله، بلس ان هو بيقيس المومنتم من ناحيه غلط اصلا من اي تذبذب بيحصل في الماركت، الافراد والمؤسسات. عشان كده هتلاقي كمية التذبذبات في الار اس اي مرعبة. جرب تحط الار اس اي مقابل ال 3 جيميناي، هتلاقي فيه فرق شاسع. الحركة بتاعت ال 3 جيميناي مور سموث اكتر، لان هو بيركز على الحركة القوية اللي جاية من المؤسسات، مش اي قوة سعرية بتتحط في الماركت. عشان كده الخطأ التاني هو تجاهل السمارت ماني، او ان انت تستخدم السمارت ماني بس ككونسبت، بس مش تستخدمه جوه حاجات انت بتقيسها فعليا زي الترند او المومنتم او الفوليوم او الفولاتيليتي. انت فاكر ان انت بتتداول ضد ناس زيك؟ لا، انت بتتداول ضد مؤسسات عندها معلومات انت مش شايفها، عندها ادوات انت مش عارفها، وعندها فلوس تقدر تحرك بيها السوق كله عشان تاخد الستوب لوس بتاعك. لو انت مش شايف فين السمارت ماني بتتحرك، انت الضحيه. عشان كده الخطأ الثالث هو الدخول من غير تشيك ليست، ان انت بتفتح الشارت بتشوف شمعة حلوة بتقول يلا ندخل ده مش تريدنج ولا استثمار، ده قمار. المتداول المحترف اللي بجد عنده تشيك ليست بيعدي بيها. احنا في جروس اكس عندنا تشيك ليست لكل استراتيجي، سواء الترند فولوينج او الريفرسال او المين ريفرجن او وات ايفر، اي استراتيجي اي كونسبت لازم يبقى عندك تشيك ليست بتعدي عليها. زي الطيار لازم يعدي على نقط معينة قبل ما يكون بيطلع بالطيارة، ولو حاجة واحدة مش متحققة، حاجة واحدة بس، يعني لو التشيك ليست فيها 10 نقط والتسعة تمام وواحدة بتقول لا، يبقى لا. انا دايما بقول للناس اللي بتتدرب معانا في جروس اكس ان انت مش بتدور على حاجه تقول لك تدخل، احنا بندور على حاجه تقول لنا ما ندخلش. انا كنت زيك بالظبط، كنت بستخدم نفس المؤشرات نفس الطرق وكنت بخسر، مش خساره بسيطه ولكن في خساره بتخليك تشك في نفسك انك مش مخلوق للمجال ده اصلا، وخساره في يوم من الايام تخليك تفوق. فانا في يوم من الايام قعدت سالت نفسي سؤال مختلف شويه، بدل ما اسال ايه المؤشر اللي هيديني اشاره صح، ابتديت اكون بفكر ازاي المؤسسات اصلا بتتريد، ايه اللي بيخليهم يكسبوا واحنا بنخسر. والاجابه غيرت كل حاجه، ان المؤسسات في الحقيقه هي مش بتعتمد على مؤشر واحد ولا 2 ولا حتى 3. المؤسسات بتستخدم نظام متعدد الطبقات، كل طبقه بتاكد الطبقه اللي قبلها، ولو طبقه واحده قالت لا مش بيدخلوا. ده اللي خلاني افكر ان انا ابني نظام ال7 لايرز بتاع جروس اكس. الفكره بسيطه، ان انت بدل ما تدخل صفقه بناء على اشاره واحده، انت بتدخل بس لما 7 طبقات مستقله كل واحده بتقيس حاجه
حاجة مختلفة تماما تقول لك ادخل. مش يمكن، لا مش غالبا، لا كلهم في نفس الوقت. والنتيجة ان عدد الصفقات بيقل بس جودة كل صفقة بتزيد بشكل مش طبيعي، لانك بتدخل بس لما السوق يديك اقصى دليل ممكن ان الاتجاه ده حقيقي وان دي فرصة حقيقية مش مجرد اي صعود وخلاص. طيب خلينا اشرح لك النظام خطوة خطوة وركز معايا، لان ده مش كلام نظري، ده نظام شغال ومتاح ليك دلوقتي مجانا على تريدنج فيو. الطبقة الاولانية هي المومنتم شيفت. امتى الاتجاه بيتغير؟ اول حاجه بنشوفها هي هل المومنتم بدا يتغير فعلا، مش يمكن يتغير، لا هل حصل تغيير حقيقي ولا لا. لان انا بشوف ناس بتتنبأ بالجولدن كروس، يقولك شكلها هتقلب جولدن كروس كمان شويه. لا احنا بنشوف لما يحصل بجد، فبنستخدم الماك دي بس مش بالطريقه التقليديه. احنا بنستنى الجولدن كروس، يعني الماك دي يعدي فوق السيجنال لاين، وده بيقول لنا ان المومنتم اتغير من بيرش لبولش. مش بس كده، المهم ان احنا مش بندخل بعد الجولدن كروس لوحدها، لا احنا دي بس الطبقة الأولانية، يعني دي أول مراية بنبص عليها، لسه فاضل 6 أبواب تانية. الطبقة التانية وهي الدول تايم فريم اوسكيليتر، لان ممكن المومنتوم يتغير على مثلا على فريم الساعه بس لسه ال4 ساعات لسه بيرش، يبقى دي لسه فيك سيجنال. اوكي، فاحنا عندنا اوسكيليتر مثلا زي ال 3 جيميناي ده بيشتغل على اكتر من تايم فريم، فاحنا نقدر نكون عن طريقه بنشوف هل احنا بولش ترند. انت هتلاقي في ال 3 جيميناي هتلاقي فيه خطين بيتقاطعوا مع بعض، لما الاثنين يقلبوا اصفر واحمر على اكتر من تايم فريم ده معناها ان المومنتوم سبيشالي اللي هو تحت ال 90 او تحت ال 80، لان ده معناه ان احنا لسه ما توصلناش لمرحله التشبع الشرائي، فهنا بيبقى افضل بكتير جدا، ويبقى التغيير هنا حقيقي مش بس نويز. بس في شرط مهم جدا، ان الاوسكيليتر زي ما قلنا لازم يكون تحت ال 80 او ال 90، لان فوق ال 80 او ال 90 ده معناه ان هو اوريدي اوفر بوت، وانا مش بفضل الار اس اي، انا بفضل ال 3 جيميناي زي ما قلنا قبل كده. الطبقه الثالثه وهي السمارت ماني ديتكشن، ودي اهم طبقه. هل المؤسسات داخله دلوقتي ولا لا؟ لان احنا عندنا مؤشرات كتير بتكشف حركه السمارت ماني، بس according to الفوليوم according to الليكويديتي، فعندنا مثلا الام سي دي اكس، عندنا مثلا اللوكن، فده بيورينا الحجم بتاع السيوله اللي موجود دلوقتي ومين الدومينانت، مين اللي مسيطر، هل هي المؤسسات ولا الافراد. فهنا في الطبقه دي انت ممكن تستخدم الام سي دي اكس واللوكن بتاع الفوليوم علشان تشوف ان المؤسسات بتشتري ولا لا، عشان ده بياكد لك ان الاتجاه اللي انت شايفه مش بس ريتيل تريدرز بيتحمسوا، لا ده فلوس حقيقيه بتتحرك، لان لو المؤسسات مش داخله احنا مش داخلين. بسيطه. الطبقة الرابعة وهي الفولاتيليتي اكسبانشن، هل السوق مستعد يتحرك أصلا ولا لا؟ أحيانا كل المؤشرات بتقول بولش بس السوق واقف مش بيتحرك. ليه؟ لأن الفولاتيليتي ممكن تبقى مضغوطة، فاحنا عندنا طبقة بتكشف ده وهي السكويز مومنتم، يعني لما السوق بيكون مضغوط وجاهز ينفجر، ولما السوق ممكن يكون بينفك أو لا، والمومنتم يبتدي يكون بيطلع، يبقى السوق مش بس بولش، لا كمان السوق أصلا مستعد إن هو يكون بيتحرك بقوة. وعندنا مؤشر بتاع السكويز مومنتم موجود على تريدنج فيو، ده برضو قوي جدا. الطبقة الخامسة وهي الاوردر بلوك، وانا حقيقة مش بشوفها ان هي زي مستويات الدعم والمقاومة العادية، لان الاوردر بلوك اللي عاملاه لوكس الجو على تريدنج فيو ده من اقوى المؤشرات اللي انا شفتها. هو ببساطة بيقول لك هي فين المؤسسات حطت الاوامر او الاوردرات بتاعتها، دي مناطق على الشورت المؤسسات اشترت فيها او باعت فيها بكميات ضخمة، فلما السعر بيرجع لمنطقة زي دي غالبا هيلاقي دعم او مقاومة قوي، مش بس دعم او مقاومة عادية. فعشان كده لازم الدخول بتاعنا يبقى من عند اوردر بلوك عشان يبقى عندنا مستوى مؤسسي بيحمي الصفقة. اما بقى الطبقه السادسه وهي المالتي تايم فريم كونفirmation، احنا اتكلمنا قبل كده عن الاوسكيليتر الدول تايم فريم اوسكيليتر، ان احنا نشوف المومنتم من على هاير تو هاير تايم فريمز عشان نكون بنشوف القوه بتاعه الاتجاه. اما احنا هنا في الطبقه دي لازم يكون بنشوف ان كل حاجه مش بس من على تايم فريم واحد، ولكن من على اكتر من تايم فريم. انا عامله اكتر من انديكيتور بيسهل علينا الجزء ده علشان نكون بنتاكد ان الترند موجود في اكتر من تايم فريم، فبياكدوا نفس الاتجاه، فبالتالي الصفقه بتبقى اقوى بكتير. اما الطبقه السابعه وهي الريسك مانجمنت لاير، كنت عامله له انديكيتور وهنزله تاني قريب، دي الطبقه اللي بتحميك حتى لو كل حاجه صح. لازم يكون عندك بوزيشن سايز مناسب، ستوب لوس واضح، لازم يكون عندك ماكسيمم عدد صفقات في اليوم، ريسك تو ريورد ريشيو مقبول. لو اي حاجه من دول مش متحققه
فاحنا برضو مش بندخل. يبقى الملخص 7 طبقات، كل واحدة مستقلة، كل واحدة بتقيس حاجة مختلفة: momentum shift, dual time frame confirmation, smart money detection, volatility expansion, order block support, higher time frame alignment and risk management check. لما ال7 يقولوا ادخل يبقى بتدخل، لو واحدة بس قالت لأ بتستنى. فده كده يبقى مش تداول، ده هندسة يا هندسة، برغم ان انا بتاعت علوم مش هندسة. ده بالظبط الفرق بين انا حاسس وان السعر بجد يطلع. والاحلى من ده كله ان الاستراتيجي بالفعل هي مجانيه وموجوده دلوقتي على تريدنج فيو، اي حد يقدر يستخدمها. ليه؟ لان انا مش بقولك ان انت محتاج ان انت تكون بتدفع عشان تتعلم. احنا حاليا في جروس اكس انت لو عايز تدفع انت بتدفع علشان السيستم، الجي جي اي سيستم ونظام الاستمراريه، ان انت تبقى شخص ناجح فعلا، وده بيعتمد على عوامل كتير زي الاستمراريه. فالناس دي بتدخل معانا لمده 3 شهور علشان تقدر تكون بتلتزم، بتقرأ، بتعمل رياضة، بتتعلم مهارات الفلوس نفسها وازاي تتعامل مع الفلوس. فانت تقدر تكون بتجرب بنفسك وتشوف النتيجة، ولو عجبك النظام وعايز تكون بتتعمق اكتر احنا موجودين. طيب ايه اللي المفروض تكون بتعمله دلوقتي؟ روح على تريدنج فيو، هتلاقي جروس اكس ريفرسال استراتيجي، دفع على الشورت مجانا من غير اي حاجه، جربها، شوف الداشبورد، جرب كل حاجه وايه تقدر تكون بتستخدمها. وافضل ان انت تكون بتشتغل على ال4 اور تايم فريم او ال1 داي تايم فريم عشان تبعد عن حته السكالبنج، لان دي بتبقى محتاجه عوامل تانية اكتر ومحتاجه ناس اكسبيرينسد اكتر. فلو عجبك اللي شفته وعايز تتعلم النظام كامل مش بس الاستراتيجي، ولكن عايز تكون شخص ناجح وعنده استمراريه وعنده عقليه الفلوس اصلا وازاي يتعامل معاها، فالنظام الكامل اللي بيخليك تفهم السوق من جوه موجود دلوقتي في جروس اكس. ومش بس ده، قريب كمان هيكون عندنا تراك اصلا البيزنس وتراك الباسيف انكم عشان تتعلم اصلا تعمل فلوس ازاي عشان تعرف تتريد بيها. بس خليني اقول لك حاجه اخيره: الفرق بين اللي بيكسب واللي بيخسر في 2026 مش الذكاء، مش الفلوس، مش الحظ، الفرق هو النظام. اللي عنده نظام بيعرف امتى يدخل، بيعرف امتى يخرج وامتى يقعد يتفرج، واللي مش عنده نظام بيدخل بالاحساس ويخرج بالخوف ويخسر بالتكرار. انت عايز تكون انهي واحد فيهم؟ ده انت اللي بتقرره. الاستراتيجي دلوقتي موجوده على تريدنج فيو وهستنى رايكم فيها.